يسعد أوقاتكم يا رب، وأهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي كوكينج وذ صفاء. بتمنى منكم تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. رح نساوي مع بعض أول طبخة طبختها لحالي بين الطبخات اللي هي كبسة الدجاج. كل حدا وله طريقته، وتعالوا لتشوفوا طريقتي. لتتبيلة الدجاج بستخدم عصير ليمون مع برش الليمونة، وبحط معلقة كبيرة ثوم مهروس، معلقة دبس بندورة، ومعلقة دبس فليفلة. بضيف عليهم الخل الأبيض، معلقتين زيت. أما بالنسبة للبهارات فهي بترجع حسب الرغبة، ولكن بنصحكم تجربوا الطريقة أنا أخذتها من ماما وما بستخدم غيرها. بحط فلفل وبهار وهيل وكزبرة وزنجبيل وبابريكا وملح، بخلط المكونات كلهم مع بعض، وبضيف عليهم فنجان صغير من المي لحتى ما يكون الخليط كتير سميك. بنقع الدجاج بالتتبيلة وبغلفه وبتركه 4 أو 5 ساعات، وإذا بتعملوه مثلي وبتتركوه من الليل لتاني يوم بيكون كتير منيح، وبيطلع الدجاج منغنغ ودايب دوبان. بعدها رح صفه بصينية بغلفه بالقصدير، وبحطه على فرن مشغل فوق وتحت على درجة حرارة 200. بتركه تقريبا ساعة، وبفتح عليه آخر 10 دقايق لحتى يتشقر وياخد لون حلو. لتحضير الرز بستخدم الزيت والزبدة، بقلي فيهم بصلة ناعمة، بضيف عليها ثوم مهروس. بعدها بضيف عليهم المطيبات اللي هن لومي، ورق غار، هيل وقرنفل. بقليهم لحتى تفوح ريحتهم، وبعدها رح ضيف عليهم الفليفلة. ما بقلي الفليفلة من أول شي لأنه ما له روح وما بتتحمل، رح تذوب على الآخر، لهيك بحطها بآخر خطوة قبل ما أضيف الرز. بالنسبة للرز غسلته ونقعته نص ساعة قبل الطبخ. هلأ بضيفه وبقلبه بالدسم لحتى أحس إنه كل حبات الرز أخدت من الدسم، وبضيف عليه البهارات اللي هنن بهارات الكبسة، الماجي، الفلفل، الكاري، الكزبرة، الملح والبابريكا والبهار. بضيفهم كلهم، وانتو فيكم تتحكموا بالبهارات اللي بتحبوها وبتضيفوها. بالنسبة لعيار المي أنا خبرتكم قبل أنه بستخدم لكل كاسة رز 1.5 كاسة مي، وبجمع العيار الكامل وبنقص منه نص كاسة. يعني مثلا أنا طبخت 4 كاسات بدون 6 كاسات مي، بحط لهم 5.5، بحسب حساب أنه الرز كان منقوع والدسم اللي أنا حاطته للطبخة. بس غليت المي عندي بنوز تحتها بعكس الاتجاه الصح لحتى يكون تحته مثل الشمعة، وبغطيه. بس ظهرت هاي الفقاعات بكشفه وبقلبه تقليبة واحدة، وبحط كيس على وشه وبرجع بغطيه. بتركه تقريبا 10 دقايق أو 15 دقيقة على نفس النار، وبعدها برجع له وبلاقيه بهذا الشكل. بقلب الوش بالشوكة لحتى ما يتكسر الرز معي. شوفوا كيف كل حبة واختها. وما احكي لكم عن نكهة قديشها طيبة، عن جد بنصحكم تجربوا هاي الطريقة، وبإذن الله رح تدعولي عليها. ومنجي للدجاج، شوفوا لي هاللون ما أحلاه، بياخد العقل، وعن جد الطعمة خرافية ما فيني أوصف لكم إياها. زينه بالبقدونس وبأي نوع مكسرات متوفر. وما ننسى طبعا اللمسات الأخيرة، أنا ضفت قطع الليمون، فيكن تزينوا بأي شي بتحبوه حسب الرغبة. شوفوا كيف دايب الدجاج ومنهنه على الآخر. هيك منكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم. بتمنى تكون نالت إعجابكم، وبتمنى منكم تدعموني بلايك وشير للفيديو. شكرا كتير لكل حدا وصل لآخر الفيديو، وانتظروني دائما بوصفات جديدة.